بعد 4 سنين عيشة في أوروبا قررت إن أرجع زيارة طويلة لمصر أم الدنيا. خلال ال4 سنين دول في درجات حرارة بتوصل لسالب 20 عمري ما تعبت أكتر من يوم، ومع نزولي لمصر ما عداش شهر إلا وكنت راقد في البيت 5 أيام متتالية بطلع في الروح. لكن ده اداني مساحة إني أوسع أفكاري وأعمل أبحاث مكثفة أكتر عن مواضيع مختلفة، وده وداني لطريق غريب جدا بنسميه جحيم الوعي. اكتشفت إن في آلاف من صناع المحتوى اتكلموا عن خطورة الديب ويب والدارك ويب على العالم الافتراضي والالكتروني، لكن مفيش ولا واحد اتكلم عن خطورة المصريين على العالم الافتراضي والالكتروني والواقعي والديب ويب والدارك ويب والجنس البشري بكل اشكاله. والعبد لله جاي يحذركم جميعا من خطورة الموقف وتحفيزكم على اتخاذ اجراءات احترازية في اسرع وقت ممكن. دي اكتئاب شتوي، انا حزينة ومكتئبة، داخل علينا الشتاء وعندي اكتئاب. كلي برتقان وتغطي بالبطانية او اعملي شربة عدس عسوسة جميل. بس العدس ده عدس بجبة يعني مش مشكلة، عدس برضه اسمه عدس برضه، مش هيقول لا. الشهور الميلادية بالانجليزي: اكتوبر، فبراير، اغسطس، يناير، فبراير، اغسطس، في ديسمبر. بس كده. الواحد لما بيتأمل الأحياء بيلاحظ إن النتاية بتبقى أوسع حيلة من الذكر وأكثر عدوانية. بنلاحظ دي في حاجات كتير، يعني مثلا أنثى البعوض هي اللي بتلدغ وتمص الدم، لكن الذكر. اتفضلوا تغدوا معايا بتنجان وبصل، والله ده غدايا بعد الشغل، بتنجان وبصل. انا عارف انك مش هتعمل لي لايك عشان بتغدى بتنجان وبصل. اتفضل طيب اتغدى معايا بتنجان وبصل، اتفضل. مش عايز لايك، اتفضل. احنا هنا فراعنة، احنا طلبنا فراعنة، احنا مش مصريين. انا فرعون بكلمك، يعني انا دلوقتي فرعوني مش مصري. والله العظيم. والله. منين؟ من فراعنة. انا من عائلة رمسيس الاول. من عائلة رمسيس الاول. يعني انت اسمك ايه؟ انا اسمي تحوسمس. يا أسيل حواوش. عايز ايه؟ حواوش. جايب شعرك على جنب ليه؟ علشان العربيات. يبقى لي الصبح مرة وبالليل 3 مرات. نسيت لو قلبي ألحق معقول فاكر قول بقصد كلامي يتوه حاجة من سنين، معقول حب سنين بقول بقصد كلام كل حاجة ما حدش عملها في مصر ولا حد هيعرف يعملها لغاية 350 جنيه. اسمع، انا طلع 20 ردانة وهنموت كمان ردانة. بعد هاي الناس ونيا بنداي. بص انا جبت لك مين؟ ده جايب لي هلا. هو انت كل مهاجم ما يخش عليك تخاف منه؟ ما تسترجل يعني يا عم. امبابي انت جايب لي هلا انت ليه؟ مش خسرتني؟ عندك ماتش مع الراجل ده، لعبه بقى. تعال يلا. يا عمو ربنا ما عايز عليا يا عمو. والنبي. طب انت نفسك في ايه؟ انا نفسي اخد فتى احلامي. ايه؟ نفسي اخد فتى احلامي. تاخد فتى احلامك فين؟ توحشيني يا روحي. ما تشربش من الميه يا استاذ حسام، اوعى تشرب من الميه، مراتك حاطه لك حاجه في الميه. حط لها سكينة وسيبها تدفينا، حط لها مفتاح وسيبها ترتاح، حط لها ماء من ال10 المبشرين بالجنة: احمد، وواحد اسمه علب مسعد، علي مسعد، محمد اشرف. مين الاسماء دي؟ اسماء ايه دي؟ الحدانا من الازمه. اثبت ايه؟ ازمه الخليل. عارف الستات دول عاملين زي ايه؟ عاملين زي ميه البحر دي، تمسكها وتثبت عليها وتحسسك اللي انت امتلكتها وتفتح تلاقي مفيش اثر. شيرين هيرين كيرين شامبو، 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 شيرين هيرين كيرين شامبو.
من كام يوم قررت وزارة الاتصالات برفع أسعار الإنترنت بشكل مبالغ فيه. الشعب المصري كان غاضب جدا من القرار ده، لكن من وسط 100 مليون مصري أنا الوحيد اللي كنت شايف أبعاد الموضوع. الحكومة المصرية قررت التدخل وسط المهزلة اللي بتحصل دي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من شر المصريين على السوشيال ميديا. أولا إنقاذ العالم اللي حوالينا بأجمعه من خلال تقليل رفع الفيديوهات دي من البشر اللي عرضناها قدامكم. ثانيا إنقاذ الشعب المصري نفسه بإنه يتجنب مشاهدة أفلام الرعب اللي بتحصل على السوشيال ميديا زي اللي شفناهم من شويه، وقرصة ودن كده للمواطن بانه يختار بتمعن الاشياء اللي هيخلص باقته عليها. من مكاني بوجه الشكر للسيد المسؤول راعي رفع اسعار الانترنت في مصر. اصل تخيل كل ده بيحصل واحنا عندنا انترنت محدود، انت مستوعب هيحصل ايه لو فتحت مننا؟ الدارك ويب في العالم كله هيكون نقطه في بحر دارك ويب مصر. دايما بتسمع عن حاجات خزعبليه بتحصل في الدارك ويب، اكترها جرائم وخطف وسرقات وحاجات ما ينفعش اقولها في الفيديو، والكل اتكلم عليها واتهرى فيها كتير. الموضوع في مصر ابشع 100 مره من الجرايم دي. الحكايه بدات بمؤمن الديب اللي كان بيتحارب من دمنهور وطنطا وبلبيس وقوسنا، مرورا بفادي عضلات صاحب قناه تدمير وتفجير، لحد ما وصلنا لست كبيره وعاقله تكتب عنوان لحلقه على اليوتيوب: الحياه مليئه بالحجاره فلا تتعثر بها بل اجمعها، وابني بها سلم تصعد به نحو النجاح. طريقه عمل صينيه البطاطس. اتحداك تجيب لي شيرلوك هولمز من قبره يحل لك اللغز ده. اتحداك تجيب لي اللي كون منظمه الماسونيه يفك لك الشفره دي. والحقيقه الحل ما جاش بس من رفع اسعار الانترنت للقضاء على الظواهر دي، الحلول جت من اماكن كتير مختلفه. تفتكر مثلا ليه صعب على المواطن المصري السفر والحصول على تاشيره لاي بلد تانية؟ نفس اللي كان حاصل في 2019 ايام الوباء، وهي المحاوله المستميته للسيطره على الوباء المصري وانتشار الدارك ويب المصري لجميع بقاع العالم. فقالوا لك احنا نحبسهم جوه ونخليهم منهم فيهم. مليون كيلومتر مربع كفايه قوي عليهم، لو خرجوا عن كده الموضوع هيوسع مننا. الكميته ما بيكذبوش لما بيقولوا ان الجينات المصريه من انقى جينات الشعوب في العالم. يعني لو عملت تحليل لاي مواطن مصري هتلاقي جيناته مصريه بنسبه تتعدى 90%. نحمد ربنا ونشكر فضله طبعا اننا ما اختلطناش مع اي شعوب تانية. متخيل واحد سويسري طالع على التيك توك بيقول لك انا شبيه رونالدو الظاهره، ولا واحد نرويجي بيقول لك مش هاكل ولا اشرب غير لما تبعتوا لي اسد في اللايف على التيك توك. المحاوله الثانيه كانت بشكل خاص اكتر، وهو ان المسؤولين لقوا ان خلاص الموضوع كبر ومفيش فايده في القاهره باكملها، فقالوا لك احنا نسيبها زي ما هي كده تولع باللي فيها، ونروح نعمل قاهره جديده وعاصمه اداريه جديده ننقل فيهم اللي لسه ما جالهمش داء الدارك ويب المصري. والموضوع ناجح نوعا ما، بما ان مفيش حد من الناس دي معاه 12 مليون جنيه يشتري بيهم شقه اوضه وصاله في القطاميه هايتس. الصين نفسها اقترحت اقتراح هايل ونفذته في بلدهم، وانا بقترح نتعلم منهم. خدوا كل تطبيقات السوشيال ميديا وعملوا بدايل ليها وحطوها في بلدهم للسيطره على جنان مواقع التواصل الاجتماعي. يعني عملوا بديل للواتساب، بديل للفيسبوك، وحتى بديل لليوتيوب اسمه بيلي بيلي. الدارك ويب مكان خطير ما ينفعش تزوره من باب الفضول حتى، عشان ما تعرفش ممكن ينزل ايه على جهازك. الدارك ويب المصري مكان اخطر، حاول تتجنبه بشتى الطرق وابعد عن الشر وغنيله. وفي النهايه احب اشكر كل المحاولات لحبسنا داخل حدود جمهوريه مصر العربيه، وبفكرك تشترك في القناه عشان في تخاذل كبير بيحصل في اخر كام حلقه، وشوف الحلقات اللي فاتت لو عجبك المحتوى. كان معاكم محمود عشري من 5 في عينك، سلام.